للناس اللي فاتها الطعن، عندكم وسيلتين: الطعن سواء على قرار رئيس الوزراء أو الطعن على قرار المحافظين. الطعن عليه بتطلب طلب انضمام لحد رافع قضية على قرار رئيس الوزراء أو قضية على قرار المحافظين، وتنضم ليه بشرط إن هو يكون في نفس المحافظة. المحامي رافع قضية تكون في نفس محافظتك، وتكون على نفس الشريحة اللي حضرتك جايه لك، يعني اقتصادية، متميز، التالتة كانت ايه، متوسط. او الحاجة التانية ترفع دعوة اسمها عدم اعتداد. يعني ايه دعوة عدم اعتداد بالأجرة؟ يعني حضرتك مش عاجبك الأجرة المقررة من هذا القانون. ليه؟ هتقولي هو في حاجة اسمها كده؟ ايوه في حاجة اسمها كده. ليه؟ لأن حضرتك في عقد بينك وبين المؤجر. فيعني ايه يطلع قانون فجأة عايز يشتغل بأثر رجعي وانا في عقد بيني بين المؤجر بقيمة معينة؟ فحضرتك هترفع دعوة اسمها عدم اعتداد بالأجرة، وتطلب من القاضي تحويلها للدستورية لوجود عقد بينك وبين المؤجر، لان انت شايف ان المنطقة ما تستاهلش القيمة الإيجارية دي، لان حضرتك شايف ان العقار نفسه ما يستاهلش القيمة الإيجارية دي، وتطلب تحويلها للدستورية. ونخش الدستورية بقى. عندك الناس اللي فاتهم الطعن عندهم وسيلتين، او الوسيلة الثالثة زي ما الاستاذ اللي معانا المؤجر اللي كان بيسأل انا لو رفعت قضية اكسبها. هنا الوسيلة الثالثة ان المؤجر يرفع على حضرتك قضية، وحضرتك برضو تطالب بعدم دستورية هذا القانون من ناحية القيمة الإيجارية، من ناحية يعني حتى لو المؤجر رفع على حضرتك قضية حضرتك تاخدها وتروح الدستورية. الناس اللي معاها امتداد طبعا مش هتطعن بس على الإيجار، المادة الثالثة والمادة الرابعة اللي هي الزيادة السنوية، لكن هتطعن كمان على المادة الثانية اللي هو الخروج بعد 7 سنين. فاحنا لسه معانا وقت، لسه معانا وسائل للحركة للتخلص من هذا القانون الظالم يعني.